امبارح في اللايف بتاعنا كنا بنتكلم على موضوع مهم وموجود في حياتنا اليوميه، الكاب. ازاي تعرفي انك مكبوته؟ فلو حاسه ان انت عامله زي ازازه البيبسي، ماسكه نفسك وفجاه بقيتي بوم 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 من اقل حاجه، فده مش معناها ان انت بقيتي عصبيه ولا ان خلقك بقى قد السحتوته. ده معناها ان انت بقالك كتير بتكبتي مشاعر كتير وبتنادي عليكي عايزه تخرج في الوقت. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل، وجايه اقول لك لو عندك المشاعر المكبوته اللي بتنادي عليكي دي لازم تخرجيها وتتعاملي معاها دلوقتي قبل ما تنفجر في اي حته في يومك او في جسمك. تخيلي مشاعرك عاملين زي اطفال بره الاوضه واقفين لك على الباب، كل ما حد فيهم يخبط عشان تساعديه تسكتيه وتقولي له ان ده مش وقت. والطفل اللي بتسكتيه كل مره بيغضب اكتر ويرجع يخبط ويزعق اكتر. وهو ده معنى الكبت، انك تدفني مشاعرك بدل ما تفهميها وتسمعيها. عشان اتبرمجتي من وانت صغيره ما تعيطيش، ما ترديش عشان ما تزعليش منك حد، ما تساليش كتير وما تتلمضيش، فبقيتي حتى بتخافي تعبري عنها عشان الناس ما تحكمش عليك. فخلاص بقيتي فاكره ان القوه في السكات او في انك تهربي منها وتفتكري انك بتتخطيها، ويمكن بيتهيألك انك نسيتيها، لكن جسمك وعقلك اللاواعي ما بينساهاش. وكل المطلوب منك عشان تتعاملي مع المشاعر دي ان انت تسمعيها وتسميها، تعترفي بيها وتفهميها. حاولي كمان تحسي بيها موجوده فين في جسمك. اسمعي الشعور من غير ما تصلحيه او تحكمي عليه. راقبي نفسك وانت حاساه، اساليه عايز يقولك ايه، وشوفي انت كنت محتاجه تاخدي ايه لما جالك الشعور ده وكبتيه، واديه لنفسك. وبعدها اتنفسي بعمق، اتحركي، تمشي، هزي جسمك زي ما تحبي. المشاعر المكبوته بتتخزن في العضلات وفي جسمك قبل عقلك. القوه مش في انك تكبتي، القوه في انك تسمعي وتواجهي وتتعاملي. ولو محتاجه مساحه امنه تشبهك تسمعي وتعلمك ازاي تتعاملي مع المشاعر دي وتخرجيها عشان تقدري تبني الشخصيه اللي قادره تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، يبقى مكانك معانا في النادي بتاعنا اللي بنتقابل بيه بشكل شهري ودوري ومجاني علشان نتعلم ادوات تخلينا نعيش حياتنا بصلابه نفسيه اكتر. لو مهتمه تكوني جزء من النادي بتاعنا اكتبي لي كلمه نادي وهنبعت لك التفاصيل. وبس خلاص.